السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. النهاردة معانا فيديو مهم جدا، عربيات مستعملة في رينج سعر من 150,000 لحد 250,000. طبعا عارفين الأسعار ضربت جدا في السماء الفترة اللي فاتت، ولكن بنحاول ننقي كده شوية عربيات يعني سعرها نقدر يبقى مهوت شوية وتقدر تنزل فيها شوية، وفي نفس الوقت الحالة كويسة، وفي نفس الوقت قطع غير متوفرة والصيانات سهلة. مش عايز اطول عليك، يلا بقى بسرعة نبدأ الفيديو بتاع النهاردة. أول عربية معانا النهاردة هي العربية المشهورة في مصر على الإطلاق، عربية كل الناس بتدور عليها، شيفروليه افيو. العربية اللي معانا النهاردة افيو ولكن موديل 2012 اوتوماتيك. العربية ماشية 155,000 كيلو. الافيو زي ما احنا عارفين من العربيات اللذيذة، يعني اللي الناس بتحب تركبها. قطع غيارها متوفرة، مش نادرة، يعني بتلاقيها في اي حتة. كان قطع غيارها مهودة، مش غالية قوي، وصيانتها سهلة، واعطالها مش كتير، قليلة. يعيبها بس استهلاك البنزين مرتفع شوية. تعال نشوف العربية اللي معانا النهاردة. معانا افيو 2012 اوتوماتيك. صاحبها بيقول ان هي بمواصفات خليجية بحالة الزيرو، فابريكا بالكامل، ما عدا بس ان هي رشة حزام نظافة من الخارج فقط. ماشيه 155,000 كيلو، فيها كاميرا خلفيه وشاشه اندرويد وجنط امريكي وحدات رفع وسنتر ريموت للامان، والرخصه سنه في مرور الاميريه، ومركب 4 فرق كاوتش جداد، ومغير عفشه بالكامل، وتقدر تكشف عليها في اي مكان. طبعا قبل اي حاجه، اي عربيه هتشوفها معانا النهارده لازم تكشف عليها كويس جدا في اكتر من مكان، او يكون حد ثقه سواء سمكري وميكانيكي يكشف لك على العربيه ويطمن ان العربيه دي كويسه. صاحبها طالب فيها 205,000. العربيه دي رينج سعرها في السوق من 170 لحد 200,000 جنيه. لو حالتها ممتازه قوي تعمل لها 190 195. لو حالتها متوسطه تبدا من 165 و170,000 جنيه، ولكن هي عربيه كويسه. كل العربيات بتاعت النهارده هتلاقيها على موقع، هتخش كده تكتب العربيه، هتبص تلاقي العربيه من المواصفات بتاعتنا بالظبط. تاني عربيه معانا النهارده هي عربيه برضو مطلوبه في السوق المصري جامد، شيفروليه لانوس. برضو اللانوس قطع غير متوفره، صيانات سهله، اعطال قليله، منتشره جدا في السوق، استهلاكها في البنزين متوسط، مش كويس قوي ومش موفره قوي ومش غالي قوي، هو استخدام متوسط، ولكن هي عربيه كويسه برضو وبتاعت شغل في السوق. صاحب العربيه النهارده بيقول ان احنا معانا لانوس موديل 2012 مانوال. العربيه بيقول فابريكا، والسقف فابريكا، ورشه حزام، دواخل زيرو، مرور الشروق، رخصه سنه وشهرين. العربيه دي ماشيه 158,000 كيلو، وموجوده في التجمع في القاهره. صاحب العربيه طالب 150,000 جنيه. لو العربيه حالتها محترمه جدا ما فيهاش شغل، يعني هتبقى 140 150، رنجها كويس. لو العربيه فيها مشاكل او فيها شغل هتبدا من 120,000 جنيه وانت طالع. اكشف على العربيه كويس، واللانوس من العربيات الكويسه جدا في السوق المصري. العربيه الثالثه اللي معانا النهارده هي شيفروليه اوبترا. العربيه دي موجوده بقى في اسكندريه، لاهل اسكندريه اللي كانوا بيسالونا على عربيات احنا كنا مقصرين معاهم الفتره اللي فاتت. معانا النهارده شيفروليه اوبترا موجوده في اسكندريه، موديل 2005. موديل 2005. العربيه دي صاحبها بيقول انها فابريكا. الحقيقه العداد بتاعها حلو جدا، بيقول ان العربيه ماشيه 53,000 كيلو. ف 53,000 كيلو في رايي يعني العربيه لو حالتها كويسه مع العداد ده يعتبر العربيه دي زيرو. العربيه دي كمان مانوال، معانا شويه صور ليها كده يعني باينه ان حالتها كويسه. لو كشفت عليها والعربيه دي طلع مش ملعوب في عدادها وماشيه 53,000 كيلو، العربيه دي محترمه جدا وطالب فيها 175,000، وسعرها كويس كمان مش وحش. ممكن تخلص على 165 170، ولكن لو حالتها نظيفه ما تستخسرش وهات العربيه. الاوبترا عربياتها كويسه برضو، ما فيش مشكله في قطع الغيار ولا الصيانه، كل حاجه فيها مظبوطه ومتوفره. اما العربيه اللي بعد كده معانا عربيه مطلوبه برضو، هيونداي اكسنت موديل 2007 مانوال. صاحب العربيه دي بيقول ان العربيه كويسه جدا، فابريكا دواخل، فابريكا دواخل، رشه بره، كامله مانوال، فيها رخصه سنه و8 شهور، مرور القاهره، والمعاينه في مصر الجديده. صاحب العربيه بيقول انها ماشيه 211,000، طالب فيها 187,000 جنيه. العربيه دي لو حالتها كويسه ما فيهاش مشاكل وحالتها سوبر تعمل حوالي 160,000 جنيه 165,000 جنيه. لو الحالة مش ولا بد تبدأ معاك من 140 145,000 جنيه. الاكسنت من العربيات الكويسة في مصر. يعني على فكرة مجموعة العربيات اللي معانا النهاردة قطع غيارها متوفرة كلها ومفيش منها مشاكل، يعني نادرا لما تلاقي فيها اي مشكلة. فالاكسنت من العربيات الكويسة جدا.
اما العربيه اللي بعد كده معانا بقى لهواة العربيات العاليه عن الارض. ناس كتير قوي بتسالنا عايزين عربيات عاليه عن الارض عشان بتريحهم في حاجات كتير جدا. النهارده معانا عربيه عاليه عن الارض وناس كتير قوي بتلجأ لها الفتره اللي فاتت، اسبرانزا تيجو. العربيه تيجو 2010 المانوال، عربيه الصراحه اثبتت كفاءه في السوق المصري كويس جدا. عيب تيجو على حاجه واحده بس، استهلاكها في البنزين عالي. ناس كتير جابتها وحولتها غاز وريحت دماغها، ولكن انا شايف ان العربيه دي كويسه جدا، يعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي العربيه دي حماله اسيه. تعال نشوف العربيه صاحبها بيقول العربيه فابريكا بالكامل بره وجوه، مش رشه اي حاجه، حتى فرش الفابريكا معمول لها طقم سيرفيس كامل، زجاج كهرباء، شاشه اندرويد، كاميرا خلفيه، مرايات كهرباء، جهاز انذار، قفل مركزي الابواب، بطاريه جديده، كاوتش 90% الحاله بتاعته، موتور وعفشه وتكييف زي الفل، وتاني ملك من الزيرو ومرور النزهه، وعليها فاميه كمان مظبوط على الرخص. العربيه الاسبرانزا حلوه جدا في مصر، منتشره جدا، اعطالها قليله، قطع غيارها رخيصه. عيبها بس زي ما قلت لك استهلاكها في البنزين عالي شويه. العربيه دي ماشيه 240 الف كيلو وصاحبها طالب فيها 205 الف جنيه. العربيه دي بالمواصفات دي لو مش رشه فعلا تسوى حوالي 190 الف او 185 الف جنيه، يعني تقدر تنزل عن السعر ده. والعربيه لو حالتها مش ولا بد بلاش منها على طول، يعني انت لو كشفت عليها ولقيت العربيه فيها مشاكل يبقى ابعد عنها. لو لقيتها زي ما صاحبها قايل مش رشه ومظبوطه، العربيه تستاهل لحد 200 الف جنيه، اقول لك ادفع فيها وعربيه كويسه، لان الاسعار الايام دي صعبه جدا 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 على اي حد. فلما تلاقي عربيه زي كده وحالتها حلوه يبقى رشحها ليك على طول. اما العربيه الاخيره اللي معانا النهارده، عربيه بقى كل الناس حباها وكل الناس بتطلبها، يعني عربيه مطلوبه ومحبوبه جامد جدا. النهارده معانا ماتسوبيشي لانسر بوما، العربيه الموجوده برضو لاخواتنا في اسكندريه عشان الاسكندرانيه اللي زعلانين وبيقولوا ما بتعملناش عربيات في اسكندريه. النهارده معانا عربيتين اهو في اسكندريه، اوبترا شيفروليه اوبترا، ومعانا النهارده لانسر بوما. العربيه مرور اسكندريه موديل 2008 مانوال. البوما معروفه قطع غيار مركونه كده على الرصيف ورخيصه واعطالها قليله، وحط زيت وبنزين ويمشي، عامله زي التويوتا. تعال نشوف النهارده صاحبها بيقول معانا ماتسوبيشي 2008 مكنه 1300 مانوال، فابريكا بالكامل، دواخل بدون ملحوظه، بدون فك مسمار واحد، ورشه بره ما عدا السقف، كاوتش جديد، بطاريه جديده، عفشه، مكنه فتيس الله اكبر كامله، 4 كهرباء و1 ارباج وتكييف ثلاجه، موفره جدا في البنزين. على فكره العربيه دي موفره فعلا في البنزين. كاسيت فلاش، مفتاح ريموت اصلي بتاع العربيه، كل حاجه موجوده في العربيه. مرور ابيس اسكندريه، العربيه مش محتاجه اي مصروف، والمعاينه خير دليل، وتقدر تكشف في اي مكان، والبيع بعقد مسجل. طيب العربيه دي يا جماعه ماشيه 148 الف كيلو، 148 الف كيلو. العربيه دي كويسه جدا ومطلوبه جدا في مصر الفتره اللي فاتت. صاحب العربيه طالب 240 الف، السعر زايد شويه، السعر ده يخلص على 210 215 الف جنيه، هيبقى كويس جدا. العربيه اكتر من كده انا ما برجحش، السعر هيبقى عالي وفي اختيارات تانية، ولكن هي في المجمل عربيه حلوه موفره في البنزين، اعطالها قليله فعلا. النهارده كان معانا مجموعه عربيات بسيطه مش كتير، لان السوق الحقيقه الفتره دي صعب جدا. ده كان فيديو سريع، لو عايز اي عربيه سيبها لنا في الكومنتات هندور ونجيبها لك باذن الله. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الامه كلها، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.